السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكل مشاهدينا في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم أنا والدكتور. النهاردة هنعرف معاكم بعض الفروق ما بين الأعراض المتشابهة. الأمراض مختلفة تماما، ممكن نكون في البيت ونحس بعرض معين من الأعراض فنبدأ نقلق ونحس إن الموضوع كبير، أو العكس يجي لنا عرض معين ونحس إن الموضوع بسيط جدا ونهمل فيه ويكون الموضوع لا قدر الله حاجة كبيرة. الجلطة في القلب وعضلات، مشاكل عضلات القفص الصدري، كمان مشاكل المعدة، كل دي مشاكل وأمراض بتتشابه جدا الأعراض فيها. إزاي نقدر نحدد عندنا إيه بالظبط قبل ما يعني نتوجه للطبيب المتخصص نحس كده إحنا عندنا إيه؟ ده اللي هنعرفه النهاردة مع دكتور رامي إسماعيل، زميل أبحاث القلب جامعة جلاسكو بريطانيا. برحب بيك يا دكتور. برحب بيك، ربنا يخليك. أهلا وسهلا. الموضوع يا دكتور يعني بيحصل كده لخبطه عند الناس، يعني احس مثلا بوجع في المعده، احس بوجع في عظمي، انا مش متخيله انه عظمي لكن هو اخاف بقى يكون حاجه في القلب والكلام ده كله. دي كلها اعراض متشابهه للعديد من الامراض زي ما قلنا. صح. هنعرف بقى يا دكتور ازاي بالظبط نقدر نحدد عندنا ايه، لكن هنروح فاصل قصير جدا، خليكم معانا. ورجعنا لكم تاني مع دكتور رامي إسماعيل، زميل أبحاث القلب جامعة جلاسكو بريطانيا. وزي ما قلنا في المقدمة هنعرف مع بعض الأعراض المختلفة لبعض الأمراض اللي ذكرناها. دكتور، إزاي بقى لو أنا قاعدة في البيت وحسيت بأي وجع؟ حضرتك كنت قبل الحلقه بتقول لي يعني ممكن مثلا يجي لي وجع في المعده وانا مش متخيله انه من المعده، افتكر انه حاجه من القلب. صح. او افتكر انه يكون عندي مشكله في الضلوع، قعدت في تكييف، قعدت في جو كده حر شويه وحصل مشكله فاتخيل ان انا عندي مشكله في القلب. ازاي بقى نقدر نفرق؟ اوكي، انا عفوي شويه معلش فتلاقيني كده. لا حضرتك بتبسط الامور للمشاهدين. طيب، دي حاجه جميله جدا. تكون فعلا متبسطه لان الكلام النهارده مهم جدا. الاول نبدا زي ما كان بيبدا النبي عليه الصلاه والسلام، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الموضوع ده مهم جدا نعرفه، لان زي ما انت قلتي ممكن 3 حاجات يتلخبطوا مع بعض. في واحد بيقول يحط ايده ويقول في 3 حاجات في الحته دي يخلوه يقول والثلاثه ممكن يتلخبطوا مع بعض. اديكي مثال. في واحد ساكن في امبابه في الكتكات جنب معهد القلب. تمام. نازل يشتري شويه طلبات كده، فلقى 2 بيتخانقوا مع بعض، فواد بيضرب التاني بطوبه، قام هو واقف مصدر نفسه للطوبه، قام الطوبه جت في صدره فقال فالناس شافوا واحد كبير عنده 50 60 سنه بيقول وحاطط ايده على قلبه جنب معهد القلب، ما عرفوش بقى انها من الزلطه، فراحوا نقلوه معهد القلب. تمام. في نفس الوقت كان في واحد معدي في عربيه كبده كده قدام معهد القلب بتبيع كبده فيها شطه كتير، فقال لك اما خد لي سندوتش، فخد سندوتش، الظاهر كان عنده حموضه والشطه الراجل زود، فجاله نار في صدره، نار في المعده، حرقان بقى وحموضه طلعت نار نار نار، فعمل فقال نفس الاكشن. فالناس شافوا واحد قايل حاطط ايده على صدره قدام معهد القلب، قال بس خش على معهد القلب. واحد تالت بقى كان عنده بتاع 50 60 سنه وعنده سكر وضغط وكوليسترول وبيشرب سجاير وقاعد في اليوم ده يدي سجاير، شرب يجي 50 سيجاره وانفعالات بقى وانفعل ومش عارف ايه، مش مهم، المهم يعني ان كل ده عمل له جلطه في القلب. فقال جلطه بقى حقيقي اهي، وعرق جامد وكان عايز يرجع من كتر الجلطه، فالناس شافوا واحد عامل ايده كده على صدره قال لك وجنب معهد القلب، يلا يا جدع دخلوا معهد القلب، والثلاثه دخلوا. فواقفين قصاد الثلاثه والثلاثه بيقولوا ما اعرفش مين فيهم بتاع الجلطه الحقه حقيقي، ومين اللي بتاع الكبده وشويه حموضه، ومين بتاع الزلطه اللي هو يعني شويه ابو فاس كده هيريحوه ويروحوا عضلات بس مش حاجه ثانيه. فالسؤال في الحلقه دي ازاي وانت في البيت تفرق الحاجات دي من بعضها. مهم الكلام ده ولا مش مهم؟ طبعا يا دكتور، جدا جدا. شوف ازاي. بس كده خلصنا الحلقه، نكمل بقى. لكن الاعراض اللي هتبين الوجع نفس الوجع عند الثلاثه. هقول بقى في فرق كتير قوي يخليني اعرف. ومش هصعبها على الناس، مش هقول لك لازم يعمل اشعه وينزل يعمل تحليل ب1000 جنيه، لا. ايوه دكتور، كويس اعراض والله. بسيطه تعرف تجيبها وانت في البيت. تمام. يا سلام. ايه بقى؟ نمسك الحاجات السهله العبيطه، سيبك من جلطه القلب، خلي جلطه القلب دي في الاخر. نمسك بتاع المعده. قال لك بتاع المعده ده سهل الدكاتره تعرفه. اولا بيبقى باين ان هو وجع من المعده وبيشاور على فم المعده، وسيبك برضو من انه بيشاور على فم المعده، ما ممكن واحد يجي له جلطه في القلب في الجزء اللي تحت من القلب وتسمع على المعده ويشاور على فم المعده.
لا، الاهم من كده انك لو سالته ايه اللي جابها هيقول لك انا اكلت حاجه معينه. وبقى دايما لما باكل حاجه مشطشطه بالذات لو كلت وتقلت ونمت بحس كده بتقلف الحته دي وبتطلع نار على صدري. ويا سلام بقى لو خدت فوار بيريحني، انت كده عرفتها خلاص. دي كده والاسهل معدة من كده صح؟ دي بتاعت المعده. والاسهل من كده انك تدوس على فم المعده. فواحد عنده قرحه حته متعوره في المعده، مجرد ما تدوس على فم المعده هيصوت، هيخبطك في وشك. لكن بتاع جلطه القلب دوس زي ما تدوس، ده القلب جوه ملوش علاقه. فتلاقيه بيقول لك انا اكلت حاجه، ولما باكل حاجه مشطشطه او حاجه مسبكه او توم او ملح كتير او حاجه معموله بالزيت او مش عارف ايه، وبالذات يا دكتور لو اكلت ونمت، وتلاقيه راجل تخين وتلاقيه شاب في العشرينات او الثلاثينات وملوش علاقه بالقلب ولا سكر بقى ولا ضغط ولا سجاير ولا كوليسترول، مش شبه العيان بتاع القلب يعني. ومش مفيش مانع برضه انها تحصل لواحد كبير. وتيجي تدوس على فم المعده تلاقي فم المعده بيوجعه. ويا سلام لو اديته فوار راني ولا فوار فواكه ولا اي فوار 5 دقايق وهيخف حالا وهو قدامك. ادام حصلت حالا كده يبقى دي فعلا كانت معده. تمام. ودي سهله، وبدوس على فم المعده ونار وحرقان. وسهل ان الناس تعرفه في البيت بقى. وسهل الناس تعرفها. والله يا دكتور انا كنت باكل بطايه ما لحقتش اخلص البطايه كلها فعجبتني فجبت البطايه الثانيه، فعلى ما خلصت الثانيه لقيت معدتي قامت عليها. خلاص يا عم خد الفوار واتكل على الله. يعني صحيح ممكن تكون حاجه ثانيه، صحيح ممكن تكون حاجه ثانيه بس هتبان لما نقول مبدئيا يعني هتبان لما تقول الثانيه. بس هتخف اول ما ياخد فوار. اذا كانت حموضه هتخف بمجرد ما الفوار يفور ويبلعه، بالذات لو راني مثلا، لانه بيبقى رانيتيدين الماده الفعاله اللي هي بتقلل الحموضه، ومعاه بايكربونات يعني حاجه بتعادل الحموضه بتاعه المعده، بتعادل الاتش سي ال، فدي هتريحه في ساعتها. دي الماده الفعاله في ساعتها. دي الماده الفعاله في ساعتها البايكربونات الصوديوم ومعاه الرانيتيدين اللي موجودين في الفورات العاديه. الفورات اللي هي بتاعه الحموضه دي، فتريحه في ساعتها. تمام. والوجع في فم المعده وبيدوس عليه وجعه وطالع نار على صدره، ولما بياكل وينام وكان بيجي له قبل كده فده كده طبعا. خلاص كده عرفت. بتاع الزلطه بقى ده سهل قوي. من غير اشعات اساله بس، هو الوجع ده جالك امتى يا حاج؟ والله جالي من نص ساعه، يعني الساعه 2 الا تلت مثلا يعني. تمام. طب الساعه 2 الا تلت الا 5 كنت بتعمل ايه؟ ابدا والله كنت قاعد قدام التكييف، كان واحد بيتخانق فضربني بزلطه. والله كنت الدنيا حر فطلعت في المروحه مره واحده. والله كنت نايم تحت التكييف واتقلبت فصحيت لقيت الحته دي بتنغز عليا. اتفقست اهي. والاسهل من كده بقى انه يعرف يشاور عليها بصباع واحد. فين النغزه؟ اهي. فين الزلطه؟ اهي. يقول لك لو المريض بتاع القلب عرف يشاور بصباع واحد يبقى ده مش قلب. طب كويس قوي المعلومه دي. دي اسهل معلومه في والحاجه كمان اللي اسهل والاسهل انك لو دوست على الصباع الواحد الحته اللي بيقول عليها دي ورحت دايس يقول لك ما هو وجع ضلوع بقى، وجع معده. مع ان القلب جوه ملوش علاقه، انت مهما دوست القلب مش حاسس بصباعك، لكن ما دام دوست كده وقال وحسيت يبقى ده وجع ضلوع او وجع بتاع وجع نغزه. كويس. يعني لو واحد جالك وحاطط صباعه بيقول لك انا عندي وجع في القلب وشاور كده بالذات في الشمال، لان الناس كلها فاكره ان القلب في الشمال، يبقى ده مش من القلب. ولو شاور بصباع واحد يبقى ده مش من القلب. ولو دوست على الصباع الواحد ده ورحت دايس مكان ما داس كده ورحت وجعته يبقى دي ضلوع وعظم وانسى. دي حلها ايه دي؟ فولتارين، ابو فاس، اي حاجه يدفيها شويه، مسكن موضعي، اي حاجه، بنادول، اي مسكن يعني بدون ذكر الاسماء يعني. المهم يعني انه مسكن موضعي يمشيها كويس. نروح بقى لاهم حاجه بقى في الموضوع. دي المهمه بقى. اهم حاجه يا دكتور. قال لك بتاعه القلب اولا باين على العيان ان هو لبش بتاع قلب، يعني عنده الحاجات اللي تخرب القلب. طب وايه ايه الحاجات اللي بتخرب القلب اللي بتبقى عند الناس؟ انه يكون بيدخن. ده اسهل حد يجيبه. التدخين ده يجيب الجلطه بسهوله قوي، وخاصه في السنين الاخيره دي. زمان كان التدخين يقعد له 20 30 سنه يدخن على ما يجي له جلطه، دلوقتي 5 سنين ويجي له جلطه. ما اعرفش السجاير ما بقاش فيها بركه ولا ايه؟ ما اعرفش الله اعلم. بيغشوا في السجاير. بيغشوا في السجاير، بيحطوا حاجات بتجيب الجلطه بسرعه. زمان كان بتجيب الجلطه بس بعد 20 30 سنه، دلوقتي 5 سنين تدخين يساوي جلطه. تخيلي بقى. وبالذات السجاير اللي هي محليه الصنف، تحط فيها قطران ودي دي تي وكادميوم وحديد، يعني حاجات بقى توليفه 100 100 بقى، اللي هي بقى تجيب جلطه وانت نايم من غير ما تحس. على قد ما تدخن اكتر على قد ما تيجي اسرع. بدخن علبه، بدخن علبتين، بدخل 3، لا يبقى كفايه عليك 2 3. طيب معلش سؤال بقى يا دكتور، معلش اسمح لي اقطعك يعني عفوا يعني. الناس بقى اللي بتدخن تدخين سلبي، يعني انا مثلا دلوقتي لو انا جوزي قاعد بيدخن في البيت وانا قاعده وابني قاعد زيها ده ممكن واحد بيدخن كان عندي واحد بيدخن واقول له يا ابني بطل تدخين، يقول لي لا يا عم وانا مالي. فمراته منها قاعده جنبه على طول في الاوضه فجالها جلطه من شم الدخان بس. فلما قلت له خلي بالك يا عم حسين بطل السجاير، يقول لي جالها جلطه. قال لي يا عم مدخول في داهيه، انا كده ارتحت. لا ده حضرتك بتدي وصفه كده سهله للي عايز يخلص من مراته، يقعد جنبها ويجيب شيشه المهم بعدها قلت له خلاص دخن كما تشاء، هي جالها جلطه اهي، دخن كما تشاء ونتقابل يوم الجلطه. قال لي يوم الجلطه انا هيجي لي جلطه؟ قلت له قال لي يا جدع بالراحه عليا. قلت له بس ان شاء الله قول يا رب مع بعضينا.
بعدها فعلا باسبوعين جالي منقول على كرسي، بس مش جات له في القلب بقى، جات له في المخ، فايده ورجله اتشلوا. قال لي مش طايق اشمها تاني. طب وليه ما كمل اول؟ ودلوقتي ايه حبيبي وصاحبي، ولو شاف علبه السجاير دي في التلفزيون يكسره. مش طيب. طايقها. طب ما أظن يا كمل جماعة اول. مفيش- فاللي تشوفيه مفيش بيدخن تحذير أكتر قولي له من كده. كده. قولي له دخن والناس اللي في كما الكنترول برضه. قولي له دخن كما تشاء ونتقابل يوم الجلطه، واكيد هنتقابل. انا كل ما بقولها بنتقابل. ما اعرفش ليه، الحمد لله يعني انا راجل فيا شيء لله. بنتقابل يوم الجلطه. جلطه في القلب فتبوظ له حته في عضله القلب وتموت، جلطه في المخ فيتشل، جلطه في عينه فيتعمي، جلطه في لسانه طب وايه يا عم؟ ما فيش تقري من داعي السجاير. ابدا ابدا يعني. قال لك مش بالظبط. السجاير بس اللي تبوظ القلب. ايه كمان بقى؟ قال لك كتر الاكل وخاصه لو كلت ونمت، دي تبوظ القلب. يتهيألي يعني قبل التدخين تلاقي واحد جاله جلطه في القلب، جلطه بحقه حقيقي. وتقول له بتدخن؟ لا. عندك سكر، عندك ضغط، عندك كوليسترول، تخين مش تخين، عندك كام سنه؟ 30 سنه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ طب ايه يا عم اللي جاب لك الجلطه؟ انا بقيت اشوفها اليومين الاخرين دول. يقول لك اصل بروح من الشغل متاخر الساعه 6 7 8 ادبها وانام، هي دي الوجبه الرئيسيه. بقى لي على كده يا باشا 5 سنين 10 سنين. دي تخرب القلب قبل السجاير والمخدرات والحشيش. مهمه جدا حته تاكل وتنام دي. لذلك انا نفسي بقيت اخاف بالليل بقى زباديه تفاحيه حته جبنه قريش حاجه خفيفه ما ادبهاش وانام. فقال لك انك تاكل كتير وتدبها وتنام. السجاير قلناها من شويه. قله الحركه دي تبوظ القلب، ان الواحد ما بيلعبش رياضه. السكر يا سلام، ده يقول لك مريض السكر اول ما يتشخص سكر فهو مريض محتمل ان يحصل له او يعني بنقول عليه مريض تصلب شرايين من بدايه ما جاله السكر. بنديله ادويه تقلل الكوليسترول وبنديله ادويه تعمل سيوله من اول يوم. طيب دكتور ممكن نكمل الاسباب بس بعد ما ناخد ماجده عشان هي معانا بقالها شويه على التليفون؟ طبعا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا بنتي؟ اهلا وسهلا. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا استاذه ماجده؟ ازي حضرتك؟ انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه يا دكتور. معلش انا سامعي ضعيف شويه، معلش. اتفضلي تحت امر حضرتك. انا دلوقتي في اي حركه بعملها بنهج نهجان جامد جدا. اوكي. واما بعمل مجهود طالع السلم او بمشي اشيل بيبي صغير، قفص الصدر العظم صدري بيوجعني. ممتاز. بطريقه رهيبه. ماشي اوكي. هو عند حضرتك كام سنه؟ انا عندي 60 سنه. طب ممكن حضرتك تسمعيني وانا برد على السؤال؟ ايوه انا كده سامعه. خلاص اوكي يا استاذه ماجده، متشكر. شكرا لحضرتك. شكرا. النهجان بقى يا دكتور صلى الله عليه وسلم. مره واحد سالني قال لي هو لو واحد طبيعي مش عيان ولا حاجه وطلع عماره 10 ادوار ورا بعض ينهج ولا لا؟ قلت له ينهج طبعا. قال لي بس ده طبيعي ينهج ليه؟ قلت له والله ينهج. قال لي طب ما تبحث كده وتدور تشوف ايه سبب النهجان الطبيعي اللي ما فيهوش. فلقيت ان النهجان الطبيعي بيفسر لنا النهجان بتاعت الست ماجده والنهجان بتاع اي حد بينهج. ازاي يا دكتور؟ قال لك اصل الواحد وهو قاعد حتى لو طبيعي ما عنديش قلب ولا حاجه، وانا قاعد كده ضربات قلبي بطيئه حوالي 60 دقه في الدقيقه زي الثواني بتاعت الساعه الجديده اللي انا لابسها دي. اوكي. لما اطلع دورين سلم يبقوا 70 دقه في الدقيقه، لما اطلع كمان 4 ادوار يبقوا 80 دقه في الدقيقه، اطلع كمان 8 ادوار يبقوا 90 دقه في الدقيقه، اطلع 10 ادوار يبقوا 100 دقه في الدقيقه كده اهو. فانهج. يبقى النهجان يتناسب مع سرعه ضربات القلب. كويس. في ناس بقى وغير كده كمان ضغطي بيعلى وانا في الدور الارضي 120 80 وانا في الدور الخامس 140 90 وانا في الدور العاشر 160. ده الطبيعي انه بيعلى ضربات القلب وبيعلى الضغط. عشان كده بنقول ما تقيسش الضغط الواحد وهو طالع سلم او هو متنرفز او هو متضايق او هو لسه جاي من مشوار قعده نص ساعه قبل ما تقيس. عشان كده بقول خلي بالك يا صيدلي وانت بتقيس في الصيدليه ما يبقاش واحد داخل عليك تقيس له وتقول له عالي، اصبر عليه ربع ساعه وقيس تاني هتلاقيه نزل. فدي حاجه مهمه جدا. كويس. فقال لك بقى يبقى معنى كده ان انا لو طلعت 10 ادوار ضربات قلبي هتبقى 90 دقه في الدقيقه وضغطي يبقى 160 فانهك في الدور التاسع او العاشر. قال لك طب في ناس بقى زي الاستاذه ماجده اللي اتكلمت دي من غير ما تطلع عاشر ولا ثامن ولا تاسع وهي قاعده ضغطها 160 170 عادي مريض الضغط وضربات قلبها سريعه 80 90 دقه في الدقيقه عادي مريض الضغط. تمام. دي لو طلعت لا يعني هي وهي قاعده كده ضغطها وضربات قلبها اكنها في الدور العاشر مع انها قاعده. يبقى يا دوبك اول ما تطلع سلمتين ولا حتى تروح الحمام هتنهك لان محسوب عليها كانه الدور ال11 او ال12 بقى. طب في الحاله دي اعمل ايه بقى؟ اقلل لها ضربات القلب واقلل لها الضغط ولا ازودهم اكتر؟ قال لك لا قلل لها ضربات القلب واقلل لها الضغط عشان كانها على الدور الارضي تاني تقدر بقى تطلع وتنزل. اهو للاسف بقى اسمع الجمله اللي جايه دي مهمه جدا لكل اللي بينهجوا. الجمله دي مهمه جدا حطيها قاعده كده. تمام. قال لك 90% من الناس اللي بتنهج شفت واحد بينهج وخاصه فوق سن ال40 او ال50 لان الاطفال بينهج يمكن عنده انيميا بتاع وبيجري لكن ايه لكن السن اللي فوق 40 و50 بينهج. 90% من الناس دي سبب النهجان هو ضربات القلب السريعه والضغط العالي اكنه طالع سلم وهو قاعد فاوريدي لما بيطلع سلم اكنه طالع على طلعان فبيتعب اكتر. وحلها انك توطي له الضغط وتوطي له ضربات القلب السريعه. وللاسف 80%
3/4 الناس اللي بتنهج دي بيتشخص خطأ على ان عنده حساسيه في الصدر فبينهج، فيدوا له موسعات للشعب تسرع القلب اكتر وتعلي الضغط اكتر طبعا. ويفضل ينهج اكتر ويفضل يتعالج 10 سنين على انه حساسيه وهو عمره ما كان عنده حساسيه، واتاريه بينهج عشان ضربات القلب السريعه والضغط العالي، وبدل ما بياخد حاجات تهدي ضربات القلب وتهدي الضغط بياخد حاجات توسع الشعب تسرع القلب وتعلي الضغط فينهج اكتر. فمهم جدا المعلومه دي. طب وازاي بتفرق بينهم يا دكتور؟ ببساطه كده، اللي عنده حساسيه ده معروف، واحد من وهو طفل صغير عنده حساسيه من الفراوله، من الليمون، مش عارف من الريحه، من الحبوب اللقاح، من الصوف، من التراب، من السجاير، يعني وفي نفس الوقت لما بتجيله صدره بيزيق كده ويصفر، واول ما الحاجه دي بتروح ولا البرفان ولا التراب ولا العفار بيبقى كويس. لكن ده واحد عنده 60 سنه وعمره ما كان عنده حساسيه ولا عمر صدره صفر، وبدا ينهج لسه في ال60 ولا في ال50، وكل مدى بقت توحش وما بتجيلوش على هيئه ازمات وما فيش فيها صفاره، وبينهج اما يطلع سلم، وجينا نقيس ضربات قلبه لقيناها سريعه، وجينا نقيس الضغط لقيناها عالي وما فيش صفاره ولا تزييق في صدره. عايز ايه تاني عشان خاطر تقول ان هو ده سبب النهجان؟ بمجرد ما تبطئ ضربات القلب وتقلل الضغط النهجان يروح. هيتظبط. طيب هي كانت بتسال تاني عن وجع القفص الصدري بس هنجاوب، لكن احنا معانا اتصال يا دكتور بعد اذنك هناخده. معانا هدى. اهلا يا هدى. هدى معانا؟ ايوه يا هدى اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت ممكن اكلم الدكتور رامي؟ ايوه طبعا دكتور مع حضرتك اتفضلي. اتفضلي يا ستي. معلش يا دكتور، تحت امرك. انا ابني عنده 2.5 شهر كويس. وعنده ثقب في القلب. كويس. 3 مللي. اوكي. طيب ايه يا دكتور؟ اوكي هرد عليكي. متشكر يا استاذه هدى. طيب. شكرا وربنا يشفيه يا رب ويعافيه. شكرا لحضرتك. الثقب اللي في القلب ده من اكتر الحاجات المنتشره. اكتر حاجه منتشره لما الولد يتولد ان يبقى فيه ثقب في القلب، لان اساسا واحنا جوه بطن امنا هنعمل مره حلقه عن الحكايه دي، ربنا بيبقى عامل لنا ثقب في القلب وهقول لك ليه. وبيتقفل لما نتولد، فساعات بيتاخر شويه، شهر شهرين، يعني فاحنا بنستنى لحد اول سنه. لحد اول سنه، بس حسب مكان الثقب بين الاذينين ولا بين البطينين، دي بقى هيعرفها لك الدكتور اللي بيعالجك. اتفقنا؟ تمام. الحاجه بقى اللي هي بتاعت الوجع، نرجع بقى للحته بتاعتنا عشان الست اللي كانت بتشتكي من الوجع. احنا مش كنا لسه بنقول ان وجع الصدر 3 حاجات؟ لا اما وجع معده وده سهل ونعرفه بالفوار وتدوس على فم المعده تلاقيه بيحرق، لا اما وجع ضلوع وده بيشاور عليه بصباع واحد وتحط عليه ابو فاس ولا اي مسكن تلاقيه ارتاح، لا اما وجع جلطه. وقلنا وجع الجلطه بنعرفه عن طريق ان العيان بيبقى لبش، يعني في الحاجات اللي تعمل جلطه، وقلنا اهمها السجاير ويليها انك تاكل وتنام، ويليها السكر والضغط والكوليسترول والعامل الوراثي، يعني ان يكون والدي او والدتي جالهم. بس مش هعمل حاجه في العامل الوراثي، هتبرى منهم يعني خلاص هو جالهم، لكن اقدر اعمل حاجه في السجاير ابطلها، اقدر ما اكلش وانام، اقدر العب رياضه، اقدر اظبط السكر واظبط الضغط واظبط ضربات القلب، اقدر اخد دواء يقلل الكوليسترول واقلل الدهون في اكلي واقلل النشويات ومش عارف ايه، وامشي والعب رياضه. طيب نفرض اني ما عملتش كل ده وبشرب سجاير وباكل وانام، ولا حتى من غير كل ده، لو عديت سن ال60 ال70 دايما بيترسب دهون في الشرايين من غير كل ده. يعني لو واحد قاعد بيسمعني دلوقتي وسنه 60 سنه ولا 70 سنه ما بيشتكيش من حاجه لسه، ولا ده ولا وجع ولا اي حاجه، مثلا وجينا نبص على الشرايين بتاعت قلبه وهو عنده 60 سنه، تفتكر هنلاقيها زي ما كان عنده 30 سنه؟ اكيد لا طبعا. ابدا لا. يعني معنى كده ما تتخضش، انا اسف يعني، لما الدكتور يقول لك خلي بالك الشرايين بتاعت القلب ضيقه او الشرايين التاجيه ضيقه او في قصور في الشرايين التاجيه وانت عندك 60 سنه، عادي يا عم، زي ما يكون في شعرايه بيضه. الكلام مش بالقصور، الكلام بشدته. ايوه دكتور، ممكن يتظبط بالدواء. خلي بالك من نفسك. خلي بالك من نفسك. انت عارفه الراجل اللي كان بيتخانق والزلطه جت في صدره ودخل معهد القلب؟ اسمه عم حسين بالمناسبه. فقال لي يا باشا بعد ما خدت الزلطه جت في صدري، هو صحته حلوه قوي ولا ينهج ولا وجع ولا اي حاجه خالص، يخش في الحيطه يعدي الناحيه الثانيه زي الفل، بس لقى 2 بيتخانقوا فراح دخل ما بينهم، واد بيضرب الثاني بزلطه، دب قامت الزلطه جت في صدره فقال يا صدري، فالناس شافوا واحد عنده 60 سنه بيقول يا صدري ولا واحد عجوز، فقال لك يلا ننقله على معهد القلب. فاول ما دخل معهد القلب قال لك بس اتلخبطوا فيه، دي ازمه قلبيه، طب دخلوا نعمل له قسطره، هوب عملوا قسطره لقوا شريان ضيق قاموا حاطين دعامه. فالراجل جه يقول لي يا باشا ليه حطوا دعامه؟ ده هي الزلطه. يعني يا دكتور طب وليه طلع شريان ضيق؟ المقصود من كده ان ممكن يكون واحد عنده 60 سنه وماشي عادي في الشارع وما بيشتكيش وعنده شريان ضيق عادي ومكفيه، زي ربنا ما خلق لنا كليتين كده ومش عامل له مشكله. يعني مش كل واحد عنده شريان ضيق نجري ونعمل له دعامه، هو ده الرساله اللي عايز اوصلها. يعني ممكن يكون ضيق ومكفيه، وحتى لو ضيق ومش مكفيه
ممكن نكفيه بالادويه من غير ما نعمل له يعني دعامه. مش اول حل نلجا له الدعامه، عشان ممكن تتسد بعد كده، ده غير انها تكلفتها عاليه. طبعا ده غير مش ان كل ممكن الناس ادوب شويه الدهون اللي جوه دي. هو ايه اللي سد الشريان؟ مش دهون؟ طب ما انا لما ادوب الدهون وادي ادويه تدوب الدهون وادويه توسع الشرايين وادويه تعمل سيوله والعيان يخس له 10 كيلو ويقلل الدهون في الاكل ويتمشى ويلعب خلاص رياضه، الدنيا هتتظبط. بعد 6 شهور سنه هلاقي الدهون بتقل. طب وليه جميل. اخش اعمل لها حل دعامه؟ سهل. ممكن هي تتسد بعد كده. فهمتي تمام. اقصد؟ حل سهل جدا. ممتاز. معانا اتصال من رشا. السلام عليكم. السلام عليكم. اهلا يا رشا. وعليكم السلام. ممكن اسال الدكتور؟ طبعا اتفضلي. يا رشا. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله يا فندم. اخبار حضرتك ايه؟ هو انا عندي 35 سنه اوكي. ووزني تقريبا كده يعني زياده عن، يعني بالنسبه لطولي في زياده 10 كيلو. اوكي. ايه بقى المشكله؟ اللي بيتعبني ان صدري الناحيه اليمين دايما بحس بألم في صدري لما بكون متعصبه. اوكي ممتاز. وبيحصل لي خدلان في ايدي اليمين، وساعات ببقى قاعده ما بعملش اي مجهود خالص، وبحس ان قلبي بيحصل فيه زي رعشه كده. ممتاز 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 يا رشا. طب ممكن بعد اذنك يا رشا، انت عندك اسئله تاني؟ لا بس ممكن طب خلاص. حضرتك بعد ما اقفل لان ايوه اتفضلي. بالظبط. اتفضلي شكرا اسمعي. ليك يا رشا. اتفضلي اسمعي. قال لك احنا قلنا وجع الضلوع بتشاور عليه بصباع واحد، ووجع المعده بتشاور عليه في فم المعده، ولو دوست على فم المعده يقول اه يا معدتي، ولو اديته فوار هيرتاح في ساعتها، ولو اديت لده ابو فاس هيرتاح في ساعتها. تمام. ممكن تكون نغزه في اليمين، هي بتقول نغزه الناحيه اليمين مسمعه في الكتف بتخدل الدراع. طب امال وجع القلب بقى بيبقى عامل ازاي؟ قال لك وجع القلب اولا ما يجيش في الشمال ولا في اليمين، امال يجي فين يعني؟ في منتصف في النص. ليه يا عم اشمعنى النص؟ لان القلب في النص. القلب في النص، ده قالوا لنا ان القلب في الشمال، لا في النص. غيروا المنهج اخر السنه. هو القلب في النص بس يميل الى الشمال قليلا، فعشان كده احنا بنقول انه في الشمال، لكن هو في النص. حتى لو واحد عمل عمليه في القلب هتلاقيه فاتح في النص. لو واحد جاله جلطه في القلب هتلاقيه بيقول اه في النص. 99% من اللي بيقول اه هنا كده دي مش في القلب، ما دام بيشاور عليه بصباع واحد. عضلات. لكن بتاع القلب اه في النص. طب وتبان امتى بتاعت القلب؟ قال لك تبان لما تحمل على القلب. طب وامتى احمل على القلب؟ لما اجري او اطلع سلم او امد. ما هو طول ما انا قاعد القلب بيدق بالراحه والشرايين اللي حواليه بتغذيه، ضيقه مش ضيقه اهي مكفياه. طب امتى تتفقس؟ لما امشي او امد، فالقلب محتاج يشتغل ويسرع. طب هو بيسرع زياده، الشرايين عايزه تديله دم زياده وهي ضيقه وجواها دهون ومسدوده، يقوم يجي له وجع يوقفه. قال لك يتميز وجع القلب اللي من القلب فعلا انه يجي مع المجهود يبقى في نص الصدر ويوقف، واول ما يقف بعدها بدقيقتين ثلاثه بس على ما ضربات قلبه تهدى تاني يروح يقعد دقيقتين ثلاثه، ما يقعدش ثانيه ولا يقعد ساعه، دقيقتين ثلاثه. ويسمع في الرقبه زي الذبح كده، عشان كده سموه ذبحه. لكن مش ده مش شرط، ساعات يسمع في فم المعده لتحت، وساعات يسمع في الكتف الشمال او اليمين بس اكتر في الشمال ويمسك الدراعات كده، وساعات يسمع في الظهر. بس الميزه انه يجي مع المجهود واول ما اقف اروح. يعني يا دكتور ما بيجيش مع الانفعال؟ ما هو الانفعال مجهود بيسرع القلب برضه بس مش ده الاساس. تمام. ما هو الانفعال بيجي، طب ومع المجهود اطلع سلم بيجي اكتر، يبقى هو ده. وفي النص اكتر، وعامل زي الحرقان او القفشه او السكينه او الحجر او حاجه تخليني اقف، المهم انها بتخليني اقف مش نهجان. ممكن انهج عشان ضربات قلبي سريعه وضغطي عالي زي ست ماجده، او ممكن عشان واحد تخين ما بيجريش كتير بقاله كتير او ما عندوش لياقه بدنيه ينهج. لكن الكلام كله على ان في وجع ولا لا، لان في ناس ما عندوش وجع اساسا ومجرد شويه نهجان، ونقول له طب ما تيجي يلا نعمل لك قسطره، ونعمل له قسطره نلاقي شريان ضيق بالصدفه عشان هو عدى ال60 او ال70 زي ست ماجده، نقول له لا طب يلا اعملي دعامه، وتعمل دعامه ولسه برضه بتنهج، لان النهجان ملوش علاقه بالوجع. فهمت اقصد ايه؟ يعني كتير قوي قوي. شفت واحده مره تقول لي والله يا دكتور انا قاعده بعمل الاكل، فالظهر ما كنتش متغذيه كويس وواخده برشام السكر، فالسكر هبط شويه، وانا قاعده بعد الاكل بروق الشقه فلقيت نفسي هبطت الظهر السكر هبط، فرحت المستشفى بس يا دوبك حطيت ايدي كده، قال لك بس دي ممكن تكون جلطه في القلب، عملوا لها رسم قلب بان اعراض، مش كل رسم القلب اللي يبان فيه يبقى حقيقي. المهم قال لك طب يلا دخلها قسطره، وهي الموضوع هبوط شويه بس ومفيش حاجه في القلب، لقوا بالصدفه شريان ضيق. طب يعني مش هو ده السبب ابدا. طب وليه ضيق؟ عشان هي عندها 60 70 سنه وبتدخن ومش عارف ايه، حتى لو مش بتدخن ولا عندها سكر ولا عندها ضغط، لو انت اللي قاعد قدامي عندك 60 سنه وما بتعملش اي حاجه من الحاجات دي، ولا سكر ولا ضغط ولا تدخين ولا سجاير ولا كوليسترول ولا بتاكل وتنام ولا اي حاجه، شرايينك دلوقتي زي من 20 30 سنه فاتوا؟ اكيد لا. اكيد لا. ان ضاقت حاجه بسيطه بس مكفياك وبتطلع وتنزل ومفيش اي وجع في صدرك، او ضيق بسيط وممكن نعالجه بالادويه، ليه بقى نحط دعامه ونقفل الموضوع؟ بشوف الموضوع شويه بقى اوفر قوي. الناس بتخاف يا دكتور اي حاجه يعني خاصه بالقلب، الناس بتقلق. بدون سبب بدون سبب. في اسباب طبعا. يعني ممكن يكون زي ما بقول بس ممكن يكون واحد قاعد قدام تكييف وشفتها وجاله نغزه، أيوة. فقالوا له طب ما يمكن تكون من القلب، اعمل قسطره، طلع عنده شريان ضيق بالصدفه عشان هو عجوز، راح حاطين دعامه. واحد عنده شويه حموضه يا ماما معدتي. طب انت عارفه الثلاثه اللي انا حكيت عنهم اللي دخلوا المستشفى، واحد بسندوتش الكبده وواحد بالزلطه وواحد بالجلطه،
الثلاثه هتعمل لهم قسطره. اتعالجوا بنفس العلاج بنفس قسطرة. الطريقه؟ طب ما هو دكتور ده قصور بقى بس مش من المريض. انا لا مش في قصور في الشريان التاني. بس كده. بس اقصد مش هنقول ايه، منين. انت على الاقل يا مريض وانت في بيتك فرق بقى. تستطيع ان تفرق، وبعد كده تروح للدكتور. والله لو ضلوع اروح لدكتور عظام، والله لو معده اروح لدكتور جهاز هضمي ويعمل لي بقى منظار، ولا يديني علاج للميكروب الحلزوني، ولا علاج حموضه. بتاع الضلوع هيديني بقى مسكن، ولا يديني مش عارف ايه، ولا يديني كالسيوم عشان العظم. بتاع القلب يظبط بقى معايا، اهو ده بقى اللي وافق. اقول له ماشي نعمل دعامه، مع العلم اللي قلت اهو ان 90% من الناس اللي ممكن تتعالج بدعامه ممكن علاجهم بالادويه لو شلت العوامل اللي بوظت الشرايين من سكر وضغط وكوليسترول، وبدات اخس وابطل تدخين، ترجع الشرايين توسع تاني، بدل ما اوسعها بمجرد ان احط ماسوره وانا كده ما شلتش الدهون، ده انا زقتها بس، وممكن بعد شويه تخش جوه الماسوره دي اللي هي الدعامه وتسدها تاني ويبقى ما عملناش حاجه. فهمت اقصد ايه؟ بس لمجرد نصيحه. دي نصيحه مهمه جدا للمشاهدين، لان زي ما حضرتك قلت يعني هي مش تكلفتها برضو كتير، مش كل الناس تقدر تعملها يعني. طيب احنا معانا اتصال من منى. اهلا يا منى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن اكلم الدكتور؟ طبعا اتفضلي. ايوه السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا مريض ضغط بقالي 8 سنوات. ماشي يا وعمري منى. 47 سنه. ماشي يا منى. بس باخد علاج وباخد حاجه ضد الكوليسترول. بس اليوريك اسيد عندي بيزيد. مش مهم اليوريك اسيد، اذا كان مش عامل لك اعراض فمش مشكله، الا لو عالي قوي. بس انت مظبطه ضغطك اهم حاجه. الحمد لله، بس هو اليوريك اسيد بدا يركز في اماكن والله بعض الادويه بتاعه الضغط. طب خليني ارد عليك طيب. يا استاذه منى. بنشكرك يا منى، تابعينا. شكرا ليكي. اوكي. قال لك ادويه الضغط تقسم. يعني انت لو رحت للصيدليه وقلت له اديني دواء ضغط هيقول لك عايز انهي علبه من ال1000 علبه دول. طب هم ليه مش واحده بس؟ لان في ضغط بس، وفي واحد عنده ضغط ومعاه سكر، في واحد عنده ضغط ومعاه يوريك اسيد، وده ما ينفعش الدواء بتاع ده. واحد عنده ضغط وعنده مشكله في الشرايين، واحد عنده ضغط ورجله بتورم، واحد عنده ضغط بسبب ان الكلى بايظه، اهو ده ما ينفعش استخدم له الدواء بتاع ده. كل حاجه ليه، كل حالة بحالتها. اهو انت ساعتها بقى الطبيب هو اللي هيفيدك في دي، يقول لك تاخد انهي دواء في انهي حاله. فهمتي اقصد ايه؟ فهي هتستفيد يعني في وارد ان هي يكون الدواء الضغط اللي بتاخده هو اللي عمل لها هو اللي المشكله عامل لها علو اليوريك اسيد. ممكن يا دكتور ناس من اللي قاعده بتسمعنا دلوقتي تقول طب دكتور رامي دلوقتي خوفنا من موضوع الجلطه، احنا عشان نلف بقى حوالين الموضوع، بدل ما نبطل تدخين ونبطل اكل ونعمل رياضه وكل الكلام ده، هنعمل حاجه سهله جدا، هناخد 2 اسبرين كل يوم عشان يعمل سيوله للدم، فانا كده خلاص انا امان من الجلطه. ممتاز. ايه الحلاوه دي؟ بس مش امان قوي يعني. ما احنا عايزين نقول لهم بقى. هو قال لك فعلا كده زي ما الاستاذه مروه قالت. انت بتذاكري من ورانا؟ طيب. قال لك لو حد عدى فعلا ال 40 سنه، مش هقول لكل اللي عدوا 40 خدوا اسبرين، كده الاسبرين اللي في البلد هيخلص. لا، للي عنده حاجه تبوظ الشرايين، الحاجه من الحاجات اللي قلناها. طب ما تقولها لي تاني كده والنبي. لو واحد عدى 40 سنه وعنده حاجه من الخمس حاجات دول، بيدخن، ياخد اسبرين او يبطل تدخين وما ياخدش اسبرين. عنده دهون كتير في الدم والكوليسترول عالي ووزنه زياده وتخين وعمل تحليل كوليسترول عالي، عنده سكر عالي في الدم، اهو ده لازم ياخد اسبرين. عنده عامل وراثي، ابوه وامه وخالته وعمته جالهم مشاكل وجلطات في القلب، عنده حته انه ياكل وينام بقاله كذا سنه وبدا يحس باوجاع لما يطلع سلم والحاجات دي، فيقول لك لو عنده عامل من عوامل الخطوره دي وعدى سن ال 40 يفضل ان ياخد اسبرين اطفال كل يوم واحده. وفي منه الاسبرين اطفال العادي اللي احنا عارفينه المشهور باسمه اسموسيد، وفي منه بعيدا عن الاسماء، وفي منه اسبرين اطفال بقى، وده مش ده اللي انا عايزه. عشان كده قلته انا عايز اسبرين الاطفال المغلف. تمام. اسمه كده حتى اسبرين اطفال مغلف، عشان كتر الاسبرين يتعب المعده، فده مغلف ما بيريحش المعده. ده ياخد كل يوم واحده اسبرين اطفال مغلف بعد الغداء ولا بعد العشاء، بحيث انها تحميه من الجلطات. لو عنده سكر او ضغط او اي حاجه او كوليسترول او بيدخن او عامل وراثي، علشان يقي نفسه شر الجلطات من كلها. الجلطات. اوكي ممتاز. طيب ده حاجه جميله جدا. ممتاز. طيب للاسف وقت فقرتنا عدى مع حضرتك سريعا، ومحضرين موضوعات كتير نتكلم فيها، خليها بقى حلقه ثانيه يا دكتور. ان شاء الله. عايزه اقول ان حضرتك بتقدم كده يعني بعض الحالات المجانيه برعايه قناه ازهري، فبنشكر حضرتك عليها وبنوه للساده المشاهدين. شرف ليا لو جالي اي حد، ويا رب يجعلني سبب في، يعني هي في الاخر اسباب، بس ربنا اللي بيشفي، فربنا يجعلني سبب في الخير. شكرا يعني. يا دكتور وربنا يبارك لك. عايزه اقول برضو صفحه حضرتك على الفيسبوك يا جماعه، تدخلوا تكتبوا دكتور رامي اسماعيل. دكتور ليه نصايح هايله جدا يعني على سواء على اليوتيوب او على الفيسبوك. طيب ماشي، ده شيء جميل جدا. هتلاقي نصايح كتير جدا ان شاء الله باذن الله تكون مفيده. دكتور رامي اسماعيل زميل ابحاث القلب جامعه جلاسكو بريطانيا، بشكر حضرتك يا فندم. شكرا يا مروه، وشكرا لكل فريق الاعداد اللي تعبناكم معانا. يا رب ان شاء الله تكون خير وتبقى مفيده ليكم. وفي اعاده اظن بالليل لو حد عايز يشوفها تاني. طبعا اعادتنا
معانا كل يوم الساعه 12، والحلقه بتنزل على اليوتيوب، ولينا صفحتنا انا والدكتور ممتاز. على الفيسبوك. كسرين الدنيا. خلاص. تمام. شكرا للدكتور عفواً. لحضرتك. مشاهدينا لسه حلقتنا ما انتهتش، معانا الفقره اللي جايه زميلتي نهله صلاح بتستضيف دكتوره ايمان السيد، استشاري العلاج الطبيعي والسمنه بالقصر العيني. انتظرونا.